المدير الفني الجديد للزمالك؟ والله المدير الفني الجديد فيه ثلاثة مدربين على مستوى عالي. يمكن انا كنت عامل اجتماع مع الولاد من 3 ايام، وحتى قلت لهم يا جماعه اعتبر الماتش اللي بينه وبين الاهلي 4 بونت، لان في 3 في الاخر بينك وبينه. النهارده الاهلي اتعادل النهارده، ادي اول 2 بونت راحوا. في مدرب توتنهام وليفربول، في مدربين على مستوى عالي جدا. احمد وامير اللي مش عاجبين الاخ ميدو اللي هم اصلا جابوه في الاول ايام كمال درويش، مسافرين ان شاء الله باذن الله على حسابهم زي ما كان المعتاد، مع 2 مدير تسويق، خالد رفعت الكابتن احمد رفعت وشريف. ان شاء الله عندهم لقاءات مع 3 مدربين هيقابلوهم في احدى الدول العربيه، عشان لو واحد فيهم جه هنا خلاص بقى امر واقع، يتفاوضوا، ينزل مبلغ كذا، الشروط الجزائيه كذا. ان شاء الله هيبقى في مدرب يليق بنادي الزمالك ويليق بجماهير الزمالك المحترمه، اللي انا بشكرها جدا 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 على رد فعلها تجاه هذا السفيه اللي قال ادبه على ناديه. سيبك مني انا اعرف اخد حقي، واتهم ناديه انه بالدجل. والنهارده يمكن كنت مع اللعيبه قبل ما اروح المعسكر. حتى انا سالت احمد توفيق، قلت له تعالى يا احمد، ده ينزل بكره ان شاء الله بعد الماتش. قلت له تعالى يا احمد يا ابني، في جن موجود ب 7000 جنيه في السنه في الشهر تمام؟ انت ازاي الجن يبقى معاك وتجيب جون في نفسك في ماتش الاهلي؟ مش المفروض الجن يساعدك؟ واخد بالك؟ واحد بيهزر، واحد كان شارب. نادي الزمالك نادي كبير ومحترم. نعم. وبعدين انا زي ما قلت لك، بدل ما اجيب جن ب 7000 جنيه، واخد بالك، هو اللي بيكسبني. طب ماشي، طب ما انا ال 400,000 ونص مليون جنيه ده انا بعمل التشكيل يا عم زي ما بيقول، ماشي. انا عايزك بس النهارده يقروا الوطن تاني بتاع النهارده، الندوه اللي عاملها الاخ حازم قلب الحرف. رئيس النادي لم يتدخل في عملنا، ولم يفرض على لاعب، ولم يسال عن اي لاعب يلعب او ما يلعبش، خلي بالك. ولم يتدخل في اي تشكيل. اصدق مين بقى؟ اصدق رئيس الجهاز ولا اصدق اللي فاد اللي ما كانش في وعيه؟ لكن في النهايه بطمن جماهير الزمالك ان شاء الله، ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. شكرا معالي المستشار. الزمالك ما بيكسبش بالسحر، ولا كنا ما خسرناش 5 من تونس، صح؟ خد بالك، ما كناش خسرنا 2 امبارح من الاهلي، مرتين 3. صح تمام. ويمكن الولد اللي رش الميه ده اللي انت شفت مصر كلها شافته، الاداري رش ميه. ومين كان مدير الفني؟ ميدو، مش كده؟ واضح ان هو اداله ازازه غلط. معالي المستشار بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. بشكر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.